السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ احلى متابعين في الدنيا. كل سنة وانتم طيبين. هنعمل لكم الكحك الدايب بطريقة سهلة جدا زي المحلات. كيلو دقيق، معلقتين سمسم، هحط معلقة محلب بس معلقة صغيرة عشان المعلقة الكبيرة بتخلي الكحك ممرر شوية. ذرة ملح، حاولوا ما تكتريش في المحلب. هحط حبايبي معلقتين لبن بودرة، يعني الكيس النيدو دوت ب9 جنيه، في قلبيه معلقتين. مش هتقولي بقى يعمل لبن بودرة وغالي ومش غالي، لا والله هتقدري تتصرفي بأي حاجة. هحط كيس بيكنج باودر، انا هعمله على البارد. الكحك المرة دي انا عملتلك بالطريقة المقدوحة، هعملك المرة دي على البارد. ده دقيق لجميع الأغراض، مش هقول لك بقى كحك مخصص للكحك ولو عندك دقيق فاخر مفيش مشاكل. هتقلبي كل الحاجات الجافة ديت. حطيت كيس بيكنج باودر، كيسين فانيليا. حطيت الكيسين الفانيليا حبايبي. كل دوت هقلبه مع ذرة الملح، معلقتين سمسم. خلاص كده كيلو الدقيق. حطيت كل الحاجات اللي هي النواشف دي فيها وقلبتها. دي سمنة، زبدة. دي زبدة بس انا ما بعملش الكحك بزبدة، انا بعمله بسمنة. دي زبدة وانا مسيحاها اتحاها، يعني زبدة مقدوحة، وبعد كده حطيتها في التلاجة، وبعدين خليتها جمدت كده. شايفين بفككها ازاي؟ يعني ساقعة وجامدة عشان تقدري تضربيها مع معلقتين سكر، معلقتين كبار سكر بودر. هحطهم السمنة مع السكر وهضربهم بالمضرب. انا بعمل الكحك ده يا حبايبي على الطريقة الباردة، ده زي المحلات الكبيرة ويمكن احلى كمان. هو ده الكحك اللي موجود في كل المحلات، بس انتي الفرق عاملاه ببيتك. واي سمنة انت عايزة تستخدميها استخدميها، اي زبدة سمنة، بس دي على الطريقة الباردة. يا سمنة نباتي سمنة بلدي اللي يعجبك. زبدة انا عاملاها زبدة صفرا وقدحتها، وبعد كده حطيتها في التلاجة جمدت. ضربتها بالمضرب مع السكر بقت بالكريمي بالمنظر ده. خلاص زي الفل. هقلب بقى السمنة ديت، هقلبها واحدة واحدة كده بالراحة. يعني ابسها تبسيها، يعني بخلي الدقيق كله يتدخل فيه الدقيق، يخش في قلب السمنة خالص وتوغل فيه. هعمل بايدي الاتنين بقى. شوفي اكنك بس هو طبعا السمنة كريمي وهشة، رخة الكحكة تطلع منفوخة ودايبة جميلة جدا. الطريقة الباردة حلوة خالص وفي منتهى الجمال. بس انا قادحة السمنة مع كوباية لبن، يا اما تحطي نص لبن ونص ميه. انا حاطه نص لبن ونص ميه. هحط بالتدريج يا حبايبي. الدقيق دوت الكحك ده ما فيهوش خميره، بيكنج باودر. هحط شويه بشويه اللبن وبقلب تقليب. ما تعجنيش عشان ما تعمليش العرق في الكحك وتبقى الكحكه ناشفه. انا بقلب تقليب بس، تقليب كده. لكن ما بلتش، يعني ما بعجنش ولت اكني لا. هتعجني هتعملي عرق في الكحك. هو ده اللي بيخليهولك يبقى الكحك ناشف شويه. دي حبايبي هتقولي يا امان مقدار السمنه قد ايه؟ معلش انا اسفه ما قلتلكوش. مقدار السمنه ديت 600 جرام سمنه مع معلقه كبيره، معلقه اكل كبيره. يعني 600 جرام سمنه اللي هم بالكوبايه. 3 كوبايات، الكوبايه المعياريه اللي بستخدمها ديت 3 كوبايات مليانين مع معلقه اكل كبيره. يعني بالوزن 600 جرام مع معلقه اكل برضه. بالكوبايه يبقى 3 كوبايات سمنه بالمج اللي انا بستخدمه العادي مع معلقه سمنه. قلبت. عايزه تحطي مكسرات عين جمل، تحطيه في الملبن. جبت الملبن وحطيت في قلبيه حبة صغيرين كده عين جمل. بعد ما كسرت طبعا عجنت كله مع بعضيه. بليت ايدي صوابع كده سمنة وبقطع الملبن عشان ما يلزقش في ايدي. ليه بتعملي كده؟ بعمل كده عشان الملبن اللي انا هقطعه ما يلزقش في ايدي. واما اجي احشي الكحك اهو يبقى بتجهز الملبن على انك تحطه على طول. انت بتجهزي الحاجة قبل ما تشتغلي. عجينة هشة وطرية بتغطيها بكيس. خلاص انا بقطع كده. التقطيع اللي تعجبك في الكحك اعمليها. عايزاه كبير اعملي، عايزاه صغير اعملي براحتك. انا عملت بقى الكحك الصغير اللي هو شكله المعقول، بيبقى شكله شيك وطعمه جميل جدا. شايفه الكحكايه قد ايه؟ انا بس بوريكي العجينه طريه زي هشه وخفيفه وطريه في منتهى الجمال اهو.
بعمل العجينة بكورها كور كده. انا هعمل صاج سادة، مش هحشي الملبن ده. الصينية دي عملتها سادة وبالبصامة. اللي مش حابب يا حبايبي يحشي الكحك، خلاص عادي، ممكن تحشيه عجمية ملبن، اللي انت عايزة تحشيه احشي بيه. مكسرات بس، عين جبل بس، براحتك. عملت بالبصامة الصاج اللي انا هعمله، اللي هو السادة، اللي هو مفهوش اي حشوات. وهاخد حتة عجينة كده واحط فيها حتة ملبن في النص، وبلم العجينة كده زي السرة واكورها على ايدي. انا هعمل ديت بالمنقاش. طبعا المنقاش، في ناس حرفية في المنقاش، في المناقيش، بترسم الكحكة بطريقة تحفة. انا هوريكي طريقة بسيطة خالص اللي تنقشي بيها الكحكة وشكلها بيبقى حلو والله. دي اسهل طريقة، دي طريقة، وفي طريقة تانية اوريها لك برضو. هتعمليها بالطول، يعني في واحدة بتعملها دايرة وفي واحدة بتعملها بالطول. بحط حتة الملبن. الملبن ده في قلبيه مكسرات، اللي هو عين الجمل. هجيب المنقاش هعملها طولي، دي بعملها طولي غير الاولانيه، شايفين؟ بالطول من فوق بالطول. وبعد كده اعمل داير ما يدور. دي برضو طريقه سهله. هوريكي واحده كمان. هتقولي يا بنت بترغي كتير في الفيديو. لا والله، ده انا مسرعهولك. انا مش برغي كتير، بس انا بوريكي التكات البسيطه اللي الواحده اول مره تعمل كحك هتعمله بطريقه حلوه وهتديكي نتيجه جميله. يعني كيلو دقيق و600 جرام سمنه، هتبقى تحفه. سمنه مقدوحه ومبرداها 600 جرام مع معلقه كبيره، معلقه اكل كبيره. شايفين؟ انا قاعده بقى طبعا براحتي، فقطعت كل الكميه وهدخلها واحده واحده. ده على فكره ما فيهوش فيه خميره كبيره حبايبي، فممكن تدخليه، يعني تقطعي وتدخلي. بس انا عشان احب اكون جنب الفرن يعني، انا عاملاه في البوتاجاز على الشبكه على النار متوسطه هاديه. لو انت حسيتي النار عندك البوتاجاز بيلسع، ممكن تحطي صينيه تقلبيها وتحطي عليها الصينيه بتاعتك، عشان متبقاش النار مباشرة على الصينية، تتحمر جامد من تحت. شايفين الجمال؟ والله تحفة تحفة تحفة. والريحة قلب المكان بقى خبيث، بتفرحي بيتك. ممكن تعملي نص المقدار. شايفين النعمية؟ شايفين الحشو؟ والله دايبة وهشة وجميلة. مش الكحكة بقى اللي بتلبك في البق بقى ديت اللي لا، دي كحكة تحفة من الآخر. فيها قرمشة كده جميلة، يعني فيها مفيش التلبيكة بتاعت اللي بتيجي في البق دي. تحفة تحفة. اللي وصل معايا حبايبي للفيديو يعمل لايك. ما يستاهلش لايك؟ اعملوا لايك بقى وتشجيع الامال، وشجعوني وارفعوا الفيديوهات عشان اكبر عدد يتفرج عليها. كيلو دقيق عمل لك كل المقدار دوت. انا هتقولي يا امال بتحفظي الكحك ده ازاي؟ انا بحطه في علبه بغطا عشان يفضل جميل زي ما هو. علبه بغطا بلاستيك يا حبايبي، ما تحطيش فيه كرتون عشان ما تشربش السمنه. لا، حاجه بلاستيك او اي حاجه معدن. انا بحب اعمل على قد الاكل. الناس بتحب تحط الكحك كله سكر، لا بيعرق منك ويبقى مش حلو على فكره. لكن تعملي على قد الشياله بتاعت الكحك اللي انت هتعمليها. انا بس وريت لك كام كحكايه انا عملتهم. شايفين الجمال؟ تحفه تحفه تحفه. وبقطعها لك بالسكينه، والله دايبه ومش مستحمله تتمسك الكحكايه. جميله جميله جميله، وبالف هنا وشفا للي ياكل. صلوا بقى على سيدنا محمد يا حبايبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. زيدوا النبي صلاة في الأيام المفترجة ديت. ربنا يحسن ما بين إيديكم حبايبي ويكرمكم. ولو نص كيلو دقيق هتفرحي بيتك والله. رامي كمية كبيرة، يعني شوفي، يعني نص الكيلو دوت عمل لي في حدود يجي 2 كيلو ونص، 3 كيلو والله دخلت على الميزان بيوزن. شوفي بقى، انت هتجيبي كيلو كحك نضيف بسعر كام؟ انت اعملي بنص كيلو، يعني بكوبايه ونص سمنه هيديكي نص المقدار ده. جربي وقولي الله يبارك لك. وكل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم يا رب وعلى الناس أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.